قبل 3 أيام جالي مسج على الموبايل من أكاونت مجهول في صورة لغرفتي وأنا نايمة، ومكتوب تحتها فاضل 48 ساعة واللعبة تنتهي. لو فاكرة إن دي قصة رعب عادية، أحب أقولك إن الأكاونت ده باعت نفس الصورة ل3 من صحباتي ومحدش فيهم بيرد على موبايلهم امبارح. أهلا بيكم يا بنات، جهزوا السناك بتاعكم واطفوا النور وركزوا معايا كويس، لأن الكلام اللي أنا هقوله دلوقتي احتمال يخليكم تبصوا لشاشة الموبايل. عينيا بدأت تقفل وخلاص هسيب الموبايل وانام. فجأة شاشة الموبايل نورت بإشعار سري من أكاونت ما عندوش صورة شخصية واسمه عبارة عن أرقامه بس، يوزر 99. فتحت الرسالة وأنا مش مهتمة، قلت أكيد أكاونت سبام أو حد بيغلس عليا. بس لما فتحت الشات جسمي كله أشعر. الصورة البيت، بس مش أي بيت، ده بيتنا إحنا، متاخدة من الشارع بره في الضلمة، والشبابيك كلها كانت مطفية ما عدا شباك أوضتي أنا كان منور بنور خفيف. وتحت الصورة جملة واحدة: انتي لسه صاحية؟ النوم مفيد للصحة. أنا تنحت في الشاشة لثواني، قلبي بدأ يدق بسرعة غريبة. طلعت جري على الشباك، فتحت الستارة وبصيت على الشارع كله كان فاضي تماما، ما في صرصر حتى ماشي. الهوا كان بارد، مفيش أي أثر لأي شخص واقف. قلت لنفسي بس أكيد دي سارة صاحبتي بتهزر معايا، هي بتحب المقالب دي. كتبت لي الأكاونت: قديمة يا سارة، اخلصي وقولي لي انتي واقفة فين. الرد جه في نفس الثانية، كأن الشخص ده مستني كلمتي. قال: سارة نايمة في بيتها دلوقتي وصاحية في بيتي أنا. هنا الموضوع ما بقاش يضحك خالص. دخلت جري على جروب الواتس اللي بيجمعني أنا وصاحباتي المقربات سارة ومريم ونور. كتبت: يا جماعة، في حد بعت لي رسالة غريبة، سارة انتي صاحية؟ محدش رد. طبيعي، الساعة كانت داخلة في 2:30 بالليل. لكن فجأة مريم دخلت الشات وكتبت: أنا كمان جالي مسج من نفس الأكاونت. وبعدها بكام دقيقة نور دخلت وهي مرعوبة وبعتت فويس نوت، صوتها في الفويس كان بيترعش. كانت بتعيط وتقول: يا جماعة، الأكاونت ده بعت لي الصورة ليا وأنا قاعدة في الصالة دلوقتي، الصورة متاخدة من ورا الباب اللي ورايا، في حد معايا في الشقة. الفويس نوت قطعت فجأة. حاولنا نتصل بنور، موبايلها كان بيدي هذا الرقم مغلق أو خارج نطاق الخدمة. كلمت مريم مكالمة عادية وصوتنا احنا الاتنين كان بيرتجف. اتفقنا إننا الصبح لازم نروح لبيت نور ونطمن عنيها. نمنا؟ لا طبعا، مين يقدر ينام وهو حاسس إني فاهم بتراقبه من ورا الشاشة. تاني يوم الصبح الشمس طلعت ونور دايما بيدي إحساس دائف بالأمان. نزلت أنا ومريم ورحنا البيت نور، خبطنا على الباب، فتحت لنا مامتها. ملامحها كانت عادية جدا ومبتسمة. سألناها: طنط، هي نور جوه؟ موبايلها مقفول من بالليل. قالت باستغراب شديد: نور مسافرة مع باباها من يومين علشان يزوروا جدهم في البلد، هي ما قالتلكوش؟ أنا ومريم بصينا لبعض والدم هرب من حرقنا. مسافرة من يومين؟ أمال مين اللي كانت بتبعت لنا فويس نوت في الجروب الساعة 3 الفجر؟ ومين اللي كانت مرعوبة؟ طلبنا منها نتأكد. كلمت جوزها أكد إن نور نايمة جنبه في الأوضة من بالليل من الساعة 10 وما صحيتش أبدا. رجعنا أنا ومريم وكل واحدة فينا حاسة إن هي عايشة في كابوس. فتحت الموبايل علشان أسمع الفويس نوت بتاعتها تاني، لقيت مكتوب: تم حذف هذه الرسالة. الشات كله بتاع نور اتمسح كأنها ما كلمتنيش. الساعة بقت 9 بالليل في نفس اليوم. كنت قاعدة في أوضتي قافلة الباب بالمفتاح وحاطة ظهري للحيطة علشان متأكدة إن مفيش حد ورايا. شاشة الموبايل نورت تاني. رجع المرة دي بعت ملف PDF مكتوب عليه شروط اللعبة. فتحت الملف، كان عبارة عن صفحة سوداء مكتوب فيها باللون الأحمر: لا تخبري أحد من البالغين اللي هم أهلي، لو عرفوا اللعبة هتنتهي فورا وهتنتهي معاها حياتهم. كل يوم الساعة 3 الفجر هطلب منك طلب، لو نفذتيه هتاخدي 24 ساعة زيادة تعيشيها. الطلب الأول: ادخلي على الحمام واطفي النور، صوري المراية بالفلاش بتاع الموبايل وبعتي لي الصورة. أنا كنت بترعش. جيت أكلم مريم، لقيت أكاونت مريم على الانستجرام والفيسبوك اتمسحوا كأنهم ملهمش وجود أصلا. طلبت رقم باباها، الرقم غير صحيح. مريم اختفت تماما من الوجود في ثواني. بقيت لوحدي، مفيش قدامي غير إني أنفذ الطلب الأول علشان أكسب وقت. الساعة كانت 3 ل 5 الفجر. قمت من سريري برجلين تقال كأنهم من رصاص. دخلت الحمام. الجو كان ساقع جدا لدرجة إن أنا كنت حاسة بنسمات ورايا باردة وهوا بارد ورا وداني. وقفت قدام المراية، طفيت النور. الضلمة كانت كحل ومش شايفة كف إيدي. رفعت الموبايل، وجهت الكاميرا للمراية. صباعي كان بيترعش فوق زرار التصوير. ثانية ثانيتين، الفلاش نور الحمام كله لمدة جزء من الثانية. وفي اللحظة دي
أنا ما شفتش انعكاسي أنا في المراية، أنا شفت شخص تاني خالص واقف ورايا ماسك موبايله بيصورني أنا. وقعت من طولي على الأرض والموبايل اتحدف من إيدي. فتحت النور بسرعة وأنا بصرخ. الحمام كان فاضي مفيش أي حد. جريت مسكت الموبايل. الصورة كانت اتبعتت للأكاونت المجهول لوحدها. الرد جه فورا. تم قبول الصورة الأولى. عندك 24 ساعة إضافية. جهزي نفسك لطلب بكرة لأن هيكون أصعب. النهاردة ده اليوم التالت والساعة دلوقتي داخلة على 2:30 بالليل. أنا بسجل لكم الفيديو ده وأنا مش عارفة لو بكرة هكون موجودة معاكم ولا هكتفي زي مريم أو أتحول لنسخة تانية معرفهاش. السبب اللي خلاني أعمل الفيديو ده وأخاطر بالشرط الأول هو إني اكتشفت حاجة مرعبة. الأكاونت ده مش بيختار ضحية عشوائية. الأكاونت ده بيبعت للبنات اللي بتقعد تتفرج على فيديوهات رعب وستوري تايم بالليل وهي لوحدها في الأوضة. يعني دلوقتي وانتي بتسمعيني بصي كده على الإشعارات بتاعتك. تفتكري مين بعتلك رسالة دلوقتي؟ بصي وراكي وتأكدي إن الباب مقفول كويس لأن اللعبة ممكن تكون بدأت عندك انتي كمان.